تاريخ نادي برشلونة للمرة الثانية باللقب هنا على ملعبهم. خوسيلو أول كرة رافينيا والتغطية الدفاعية تروح من هنالك على الجهة اليمنى وفيه خطأ. حكم ماذا قال عن بوسكيتس؟ كوندي يبحث عن صلاته، التوزيع من اوليفان الراسي. الحكم كوندي عرضية جول. كوندي وبيدري واول كرة صعبة لبرشلونة. لعبة ثلاثي برشلونة لم يكن مرور الدنماركي على البرد. اي بالديمور خطيرة جول. بالدي دخل مرر وروبرت ليفاندوفسكي سجل جول. اول اهداف المباراة، الهدف العشرين للبولندي ليفاندوفسكي. توزيعة خطيرة ومرة ثانية هاي صعبة رافينيا لصالح جافي وعناصر رجع توصل لليفاندوفسكي. رائعة يا ليفا، رائعة لصالح بيدري، خطيرة بيدري وداردير تفوق. يا كوندي يمكن خطأ ولكن لا يستحق عليها بطاقة صفراء. حاول التسديد. بعيدة الكرة هذه ولكنها محاولة. جول. بيدري بالدي أول أهداف بالدي مع برشلونة في حياته. نعم أول أهدافه في حياته في الدوري. يدخل عن طريق جوميز. كوندي وبيدري، كوندي عرضي بالدي كاد ياتي الجول الثالث لكوندي. رائعة من كوندي وكذلك يريد ان يسري وبيدري. موسم رائع لاعبه لحد الان. داردير وسهلا الكرة هذه في اتجاه مارك تنفيذ الركنية لصالح البارسا على الجهة اليسرى والتوزيع والركنية طريق مونتيس وما زال بالدي والدفاع يبدا صعبة. ميلاماد يلعبها داردير. رائعة من داردير ثم لعبوش اليوم تقريبا يعوض. بطاقة صفراء لداردير. جافي ايضا بطاقة صفراء لجافي. الجول رافينيا ليفاندوفسكي جول. ثنائية من البولندي، هدف ثالث لبرشلونة. يستمتع ويمتع. خوسيلو رافينيا شفتوا التمريرة من بوسكيتس مرة ثانية. ليس هناك أي شيء. جول. ضاعت الكرة من بريثويت وضاعت الكرة والحكم يصفر نهاية الشوط. كاليرو اللي خدم كان سيرجي غوميز الاسبانيول بعد خروج لاعب دوني رفقة ميلاماد. برادو سيكون على الجهة عفوا. هنالك محاولة المرور من خوسيلو. سجل ثنائية ياخذ الكرة اللي على اليمين واللي سجل ثلاثية الكرة على اليسار. اسم في الريال من 2010 إلى 2006. اللي عمره ما يسجل اليوم ضد الاسبانيول. فعلها بالدي في المرة الأولى وكررها كوندي في المرة الثانية. يسجل أول أهدافه مع معجزة لو تم بالنظر للماتش. الكرة نعم يدخل ديمبلي ويخرج رافينيا بالإصابة وبأمر ما. ديمبلي جوردي ديمبلي. أوسكار خيل يدفع كريستنسو. بوادو يا ميلاماد متسلل يا ميلاماد وترشتيغن. بوادو ترشتيغن بالألمانية. مر ديمبلي ميلاماد تسلل. وضعية تسلل يا ميلاماد. هذه المرة لم تضربها لا في رجله ولا راسه الذي يسجل الهدف الأول للإسبانيول. أبدا لم يكن في وضعية تسلل.